لو شركتك بقى بتشتغل في التسويق العقاري أكيد كل يوم بتعملوا إعلانات فيسبوك، إنستجرام، جوجل، صح كده؟ طيب لما العميل بقى بيضغط على الإعلان بيروح فين بالظبط؟ على واتساب ويبدأ يقول لك بقى اديني التفاصيل ويرد بعد نص ساعة وبعد ساعة وممكن ما يردش خالص، ولا بتوفر له ليد فورم كده صغير تبقى موجودة جوه الفيسبوك معظم الشركات بتستخدمها، ونجيب بقى ليدز كتير وبسرعة ونشوف بقى سعر الليدز وصل 50 جنيه 70 جنيه احنا كده نجحنا. المشكلة بقى اللي كل شركات التسويق العقاري في مصر بتقابلها ومتفقة جدا فيها، ألا وهي إن معظم الليدز دي مش جادة. طب ليه؟ لأن العميل ضغط على الإعلان، دخل على واتساب، يا إما رديت عليه في ساعتها يا إما رديت عليه بعد فترة فهرب منك، يا إما لقى فورم التسجيل بتاخد منه بعض البيانات 10 ثواني، كتب اسمه ورقم تليفونه وعمل إرسال وخلاص البيانات موجودة عندك دلوقتي. هو حتى ما عرفش المشروع فين بالظبط ولا شاف صور ولا عرف أسعار ولا عرف تفاصيل، هو بعت بياناته بس. فبالتالي لما بنيجي نتصل بيه يا إما الميعاد مش مناسب، يا إما ما بيردش على التليفون، يا إما جمع معلومات من بره ولقى الميزانية كبيرة عليه أو الأقساط مش هينفع يسددها فقال لك أنا مش مهتم بالمشروع أصلا. وفي الآخر المشهد اللي كلنا بننتظره في المبيعات ده مش qualified leads. طيب بالعقل كده أنا وأنت، سيبك من إن أنا عندي 15 سنة خبرة في العقارات وسيبك إن أنت لسه داخل المجال أو لسه بتاخد معلومات، لأ تعالَ أنا وأنت نبقى على مستوى واحد أو على مسافة واحدة وتعالَ نقارن أنا وأنت. أنت بتعمل حملة lead form، العميل ملى الفورمة في 10 ثواني، كويس؟ شاف حاجة؟ لأ ما شافش حاجة. عرف تفاصيل؟ لأ. كلم حد؟ لأ. هتجيب إيه؟ هتجيب leads كتير بس جودتها ضعيفة. أهم حاجة الleads بكام؟ بس كده. طيب لو أنا عملت بقى landing page، العميل قعد قد إيه؟ قعد من 3 دقايق ل5 دقايق على الصفحة. جوجل أناليتكس بقى بيدينا الإحصائيات دي. طيب شاف صور وشاف فيديوهات؟ عمل سكرول كده ونزل بالصفحة لغاية آخر المشروع؟ طيب وهو نازل بقى شاف السعر، شاف الخريطة، شاف الموقع، شاف البروشور، شاف النماذج؟ طب أنا هاحط له بقى فورمة. طب هو لو قرر يملى الفورم ده بقت جودته إيه؟ أيوه بالضبط كده، بقت جودته أعلى 3 مرات من اللي ملى الفورمة في 10 ثواني وما يعرفش أي حاجة عن المشروع. طيب إمتى أعتمد على الlead form؟ اعتمد على الlead form لمّا تبقى بالم هيلز، ماونتن فيو، هايد بارك، شركة عقارية عندها مشروعات ضخمة مش محتاجة خلاص، هي الناس أنا عايز أشتري في المشروع ده ومش محتاجة أعرف حتى أي حاجة، أنا عايزة أحجز. أوكي، أنا معاك إن أنت تشتغل lead form، لكن كشركات تسويق عقاري لسه مشروعات جديدة لسه ما حدش يعرف عنها حاجة، لسه عايز أجمّع معلومات، اشتغل على صفحات الهبوط الأول. يبقى ليه الlanding page مهمة جدًا بالنسبة لي أنا كشركة تسويق عقاري؟ أولًا بتجيب لي العميل الجاد، الجاد بس. العميل اللي هيدخل على الواتساب على طول ده عميل عنده فضول، بيسأل بس، بيضيّع وقتي. لكن العميل اللي دخل قعد 3، 4 دقايق على الصفحة وشاف الصور والفيديوهات وأنظمة السداد والموقع فين وجنبه إيه وملى بياناته، ده عميل أكثر جدية، عميل فاهم هو بيملى الفورم ليه، بيبعت عايز يشتري إيه، جودته أعلى بكتير من الواتساب. ليه تعمل لاندنج بيج؟ عشان خاطر بتبني ثقة ومصداقية بينك وبين العميل. هو العميل هنا لما يلاقي صفحة شكلها احترافي بتتكلم كلها عن المشروع بس من أولها لآخرها، يحس إنه بيتعامل مع شركة كبيرة محترمة بتطمنه بتديله كل المعلومات اللي تخليه ياخد القرار. لازم تكون فاهم إن محدش هيشتري عقار بملايين إلا لما يكون واثق فيك الأول. تالت أهم حاجة بقى تخلينا نعتمد على صفحات الهبوط هي التحكم الكامل في الصفحة. إعلان فيسبوك أو واتساب أو whatever ده بيبقى محكوم بشكل معين، لكن صفحة الهبوط دي أنت اللي بتقرر إيه اللي يتحط فيها، تحط الفيديو فين، مدته قد إيه، الصفحة شكلها إيه، الكلام مكتوب إزاي، أنت اللي بترسم الصورة الكاملة للعميل عشان خاطر ياخد القرار ويملى الفورم. طيب إيه بقى مكونات الصفحة دي عشان أبقى باشتغل صح؟ هم 7 حاجات أساسية، عنوان كبير وصورة قوية جدًا تشد العميل أول ما يدخل الصفحة. يبقى على سبيل المثال أول حاجة العميل يشوفها شقتك في التجمع الخامس تقسيط حتى 8 سنوات وتحتها صورة كده احترافية للمشروع. تاني حاجة بقى هي نقاط القوة، المميزات، ليه العميل يشتري عندك ما يشتريش عند حد تاني؟
ما تقوليش بقى موقع مميز وتسكت، قول لي حاجات محددة عشان خاطر تحفز العميل إنه يشتري في مشروعك. اديني 3 مزايا تنافسية مش موجودة عند حد تاني في نفس المنطقة اللي انت فيها، يعني تقسيط على 10 سنين، دي أطول فترة سداد في المنطقة كلها. استلام خلال 12 شهر بس، دي ميزة قوية جدا تخلي العميل عايز يحجز معاك على طول. حمام سباحة وجيم خاص للسكان، ادي رفاهية. تالت حاجة بقى هي الصور والفيديوهات، هنعمل معرض صور فيه 6 صور بالكتير، 4 صور للشقة من جوه واتنين للمشروع من بره. الشقة من جوه هيبقى فيها غرفة نوم، ريسبشن، مطبخ، حمام. تعمل لي مثلا فيديو مدته 30 ثانية 60 ثانية، جولة سريعة في المكان. أنا عايز العميل يتخيل نفسه عايش هناك، موجود هناك. رابع حاجة بقى الموقع على الخريطة، حط بقى خريطة جوجل توضح المشروع فين بالظبط، وبيبعد قد إيه عن الأماكن المهمة، مدارس، مولات، مستشفيات. الموقع عند ناس كتير جدا أهم من العقار. خامس حاجة بقى السعر ونظام التقسيط، ما تخبيش السعر، بلاش نخبي السعر، بلاش السعر يبقى مفاجأة. اكتب أسعار تبدأ من 5,500,000، مقدم 10%، تقسيط حتى 8 سنوات، 10 سنوات. العميل مش هيكمل إلا لما يعرف التفاصيل الصغيرة دي. ما تسيبوش يسجل وتصدمه بالسعر في التليفون. على فكرة أنت الكسبان، العميل المناسب هيكمل، وغير المناسب هيمشي مش هيسجل وهيوفر عليك وجع دماغ. العميل بعد ما بيعرف السعر خلاص هو كده عرف كل حاجة، لو مناسب ليه هيكمل ويملى الفورم. نيجي بقى لسادس حاجة بعد ما عرف السعر خلاص، فورمة التسجيل. خليها بقى 3 خانات بس، يعني ما تخليهاش معقدة. اسمك، تليفونك، ايميلك، وتأكد انها شغالة مرة واتنين وتلاتة. وروح افتح الايميل وشوف استقبلت الرسالة ولا ما استقبلتهاش. وحط لي بقى تحت الفورمة دي زرار كبير جدا وواضح ولونه مختلف، سجل الآن وهنكلمك فورا. آخر حاجة بقى عايزك تعملها هي الاتصال المباشر، إن أنا أزق إنه ياخد إجراء معين. إزاي؟ حط تحت الفورم أيقونتين، أيقونة واتساب وأيقونة موبايل. العميل اللي مش عايز يملى فورم أو ما عندوش إيميل أو ما بيحبش الفورم، يبدأ هو يتواصل معاك ويضغط يكلمك على طول عن طريق الواتساب أو عن طريق الاتصال المباشر. وبس كده يا سيدي، بقى عندك صفحة هبوط احترافية بسيطة جدا، فعالة جدا، فيها كل العناصر المتفق عليها، تقدر تبنيها بنفسك على منصة وورد بريس في أقل من نص ساعة. صدقني الخطوة الصغيرة دي هتفرق في جودة العملاء كتير جدا، وهتنقل الشركة بتاعتك في مكان تاني خالص. هتزود مبيعاتك بشكل ملحوظ لأنك هتتعامل مع عميل أكثر جدية واحترام. مش هيقول لك أنا دوست بالغلط، ومش هيقول لك أنا ما بعتش حاجة، ومش هيقول لك أنا مش مهتم أصلا. يبقى أنت سهلت عليه إنه يثق فيك ويعرف كل التفاصيل ويشتري منك. جربوا ده في الحملات الجاية وإن شاء الله هتشوفوا الفرق بنفسكم.